عيدنا خلاص وذبحنا وكلنا لحمتنا وطلعنا منها لله. كمل بقى جميلك وما تنساش ان انت ليك اخواتك في الوطن مزنوقين دلوقتي وعمال يشحتوا عن طريق الابليكيشن بتاعهم، فلازم نقف في ظهرهم وندعمهم. لازم نتبرع لنادي الزمالك، لازم نقف في ظهر اخواتنا الزملكاويه اللي بيلموا وبيشحتوا على ناديهم. اخواتنا الزملكاويه اللي عايزين يفكوا القيد لازم نقف في ظهرهم ونتبرع. ما فرقتش من 5 10 15 جنيه ولا حتى 50 جنيه، ما فرقتش. لازم نتبرع لاخواتنا الزملكاويه علشان يقدروا يفكوا القواضي اللي عليهم، وعشان يقدروا يلعبوا في دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا اللي انا متاكد مليون في الميه انهم هيطلعوا منه حصاله. فلازم نقف في ظهر اخواتنا الزملكاويه، اخواتنا في الوطن، ولازم نتبرع. عمال يشحتوا على كل المنصات، عمال يشحتوا في كل حته، وكل صناع المحتوى الزملكاويه عمال يقولوا لجمهور نادي الزمالك اتبرع ولو بجنيه لنادي الزمالك عن طريق ابلكيشن نادي الزمالك. فلازم نقف في ظهر اخواتنا الزملكاويه ونتبرع احنا كمان. ما انت عملت اللي عليك واتبرعت وطلعت لله وطلعت لحمه لله، ما جاتش من 10 15 جنيه، اتبرع لاخواتك الزملكاويه. ودي برضو حاله انسانيه عاجله ولازم نقف في ظهرها. بس كده، يلا سلام.